مساء الخير على احلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايين النهارده هنعمل مع بعض طريقه البانيه بطريقه سهله وجديده. اول حاجه هتجيبي بيضه وهتضيفي عليها حوالي 3 معالق لبن كبار، او ممكن تبقى ربع كوبايه لبن، وهتضيفي عليهم معلقه خل كبيره، وهتحطي معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر بتديها طراوه وبتخليها طريه وجميله جدا وهشه. وتكوني محضره معاكي بصلايه مبشوره ناعم، ودي مكونات بس كده، وتروحي مقلباهم كويس مع بعض لغايه ما تحسي الخليط كله تجانس مع بعض، وتروحي ضايفه عليهم. انا هنا معايا نص كيلو بانيه. لو انتي مثلا حابه تزودي البانيه هتزودي طبعا التتبيله شويه. اللبن بيديها طعم جميل جدا ويخلي انسجه البانيه تبقى طريه وجوسي. وهتضيفيهم وتقلبيهم كويس مع بعض وتسيبيهم مثلا في التلاجة لمده ساعه، وتروحي محضره معاكي الكفر اللي انت هتعملي بيه. احنا هنا بقى مش هنشيل من دقيق، لا كله هيبقى مع بعضه. هنا كوبايه بقسماط عليهم كوبايه سوري، عليهم معلقه دقيق كبيره ومعلقه نشا. النشا هتخليها جميله جدا، هتخليها لك مقرمش وجميل. وهتلاقي هتحسي بفرق جامد فيه، هيبقى طعمه جميل اوي ما شاء الله. بس تروحي حاطه فيه البانيه. ويعني بعد ما تعمليه بالبقسماط ممكن تركنيه مثلا 10 دقايق في التلاجة، او ممكن انا هنا عملته على طول ما شلتوش ولا حاجه. وتروحي محمراه في زيت وبكده. يعني دي اسهل يعني اكله منجزه معاكي، مثلا في فتره الصيف دي الواحد بيبقى حران مش قادر يعمل اي اكله او اي حاجه. دي تبقى سهله وبسيطه والاولاد كمان بيحبوها. وتكوني مسخنه الزيت، وما تعليش على الزيت قوي عشان خاطر ما البانيه ما يستويش من بره ومن جوه. لا، لازم تكوني مخليه الزيت تكوني مسخناه، بس بعد كده تخليه على نار متوسطه عشان يستوي معاكي من بره ومن جوه كمان. بس زي ما انت شايفه كده معايا كده احنا بنحمره. وما تحاوليش تقلبي فيه كتير عشان الكفر ما يفكش منك. انت اصلا الكفر ده هتلاقيه لاخر وقت معاكي مش هيفك خالص زي ما انت شايفه معايا كده، وهيطلع معاكي مقرمش وجميل. وبرده عشان يعني تحتفظي بقرمشته وما تطلعوش على مناديل ورق، لا طلعيه في صينيه، في مصفى. لما بتطلعيه في مصفى بيصفي منه الزيت لو في اي زيت زياده او حاجه، وفي نفس الوقت بيفضل مقرمش. بس والبانيه جهز معانا ما شاء الله. هتشوفي معايا بصي طري من جوه ومن بره فعلا مقرمش وجميل جدا ما شاء الله، بيتقطع معاكي بسهوله واستوى. وبألف هنا حبايبي. لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسوش اللايك ولا الشير، ولو اول مره تشوفوني في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب.